ستايسي كاستور أم لفتاتين عاشت حياتها محاطة بالغموض والموت. فقدت زوجها الأول في ظروف غامضة، وبعد بضعة أشهر فقط توفي زوجها الثاني بالطريقة نفسها، تاركة خلفها تساؤلات لا حصر لها. ولكن في عام 2007 تم العثور على رسالة بجوار ابنتها التي كانت تحتضر لتكشف سرا صادما يكاد لا يصدق. بدأت القصة عندما كانت ستايسي المولودة في نيويورك تعيش حياة هادئة مع زوجها الأول مايكل وولس. بعد قصة حب طويلة أنجبت طفلتين أشلي وبري. كان مايكل ميكانيكي سيارات بينما كانت ستايسي موظفة ناجحة. بدا أن حياتهما سعيدة حتى بدأ الشك يساور ستايسي حول إخلاص زوجها، وبدأت الأمور تتغير. مايكل الذي كان بصحة جيدة طوال حياته بدأ فجأة يعاني من تدهور صحي غامض. أصبح يعاني من القيء المستمر وفقد القدرة على المشي والنطق. وبعد أسابيع من العذاب توفي مايكل، وقيل إن الوفاة كانت بسبب سكتة قلبية على الرغم من شكوك عائلته التي طالبت بتشريح الجثة. لكن ستايسي أقنعتهم بعدم القيام بذلك. لم يمض وقت طويل حتى تزوجت ستايسي من رجل الأعمال ديفيد كاستور. وبعد فترة وجدت الشرطة ديفيد ميتا في منزله بجانبه زجاجة كحول وكأس مليء بالسائل الأخضر السام. قررت السلطات في البداية أنه انتحر، لكن شكوك العائلة أدت إلى فتح تحقيق أعمق. مع تحقيقات الشرطة اكتشفوا أدلة مفاجئة: أداة طهي ملقى في القمامة تحتوي على آثار سائل التجميد، بصمات ستايسي، ووثائق تثبت أنها ورثت كل ثروة ديفيد، تاركا ابنه بدون شيء. المزيد من التحقيقات كشفت أن وفاة مايكل كانت مشابهة بشكل مرعب. أثناء التحقيق حاولت ستايسي تلفيق الجريمة لابنتها الكبرى أشلي، حيث وجدوها في محاولة انتحار بجوار رسالة تعترف فيها بأنها قتلت والدها وزوج أمها. لكن الأطباء أنقذوا أشلي التي أنكرت كتابة الرسالة وأكدت أن والدتها هي من حاولت قتلها. في النهاية انهارت القصة واعترفت ستايسي بجرائمها البشعة: قتلت زوجها الأول، زوجها الثاني، وحاولت قتل ابنتها. حكم عليها بالسجن 51 عاما دون إمكانية الإفراج المشروط، ويعتقد أنها ربما قتلت والدها أيضا، حيث كانت آخر من رآه قبل وفاته الغامضة.